السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام يا رب، آمين يا رب. النهاردة زي ما انتوا شايفين معايا كده جايبالكم أصناف حلوة قوي من الكنافة ممكن نختم بيها بقى رمضان. عملنا كتير في الأول، هنختم بقى بيها تاني في الآخر بطرق سهلة وجميلة وهتحبوها إن شاء الله. اول حاجة معايا هنعمل الكنافة بالمانجا والكريمة. معايا نص كيلو كنافة، عايزينه مفروم ناعم، علشان كده لازم نكون مجمدينه في الفريزر. وبعد ما بنجمده كده بنطلعه متجمد، وهو متجمد كده هوت بنروح نفركينه بين ايدينا او فرمينه في الكبة علشان يطلع معانا مفروم ناعم قوي. بعد ما بفركه بين ايديا كده علشان انعمه، بجيب كوباية من السمنة السايحة على النص كيلو، وببدأ أدلكها فيه كده لحد ما أشرب كمية الكنافة كلها بكمية السمنة اللي معايا. ولو عملت أي كتل بفك الكتل دي وأحاول أرجعها ناعمة تاني زي ما كانت، زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بجيب حوالي 3 معالق سكر وبرضو بفركهم بالكنافة والسمنة كويس قوي. برضو السكر فايدته ايه؟ انه بيعمل لي كعامل ربط الكنافه ببعضها، بيخليها متماسكه، وكمان بيديلي تحميره كويسه ليها في الفرن، بيحمرها لدرجه حلوه وبيخليها مقرمشه معايا. لو انا عايزاها مقرمشه بيديني لون حلو وبيديني تماسك حلو. بعد ما بفرك المكونات كده بعضها مع بعض بفرك كويس قوي، ببدأ بقى اظبط الصينية بتاعتي واعمل القاعدة بتاعتي. والقاعدة هنا ما بتكونش رفيعة قوي زي الكنافة بالكريمة، لا بتكون حوالي اكتر من نص سنتي بشوية، يعني ممكن اوصل لسنتي علشان مش هحط دورين ولا حاجة، هو دور واحد اللي هستخدمه. بعد كده بكون مجهزة معايا الشربات متوسط السمك وبارد. طريقة عمله موجودة في الكنافة بالقشطة، وكمان الملاحظات ازاي اطلع الكنافة ناشفة او لينة او نص نص، ده برضو كل ده بالتفصيل في فيديو الكنافة بالقشطة. انا هنا سبتها لما هديت شوية وبعدين سقيتها بالشربات، وبعد كده سبتها لما بردت خالص وعملت الكريمة بتاعتي. ممكن بالكريم شانتيه، كيس كريم شانتيه، او بالكريمة الخفق اللي بتتباع بودر في العطارة، وبجيبها وبضربها بشوية مية متلجين او لبن متلجين مع معلقة لبن بودر والسكر بتاعي لو هي مش لو هي من البودرة، وبضربهم بالمضرب وببدأ افردها على الكنافة بتاعتي. وبعد كده بقطع المانجا بتاعتي المتلجة، انا عن نفسي بجمدها وبفرزها في الفريزر عندي، بقطعها كده مكعبات زي ما انتوا شايفين وبفردها على الكنافة. وبعد كده بزينها بالقمع بتاعي بالورود اللي انتوا شايفينها دي، وبرش من على الوش كده رشة سيرم او شربات علشان يدي لمعة بس للمانجا بتاعتي. وبكده تكون الكنافة بالمانجا بتاعتنا جاهزة. طب لو ما عندناش مانجا بقى ومجمدينها في الفريزر نعمل ايه؟ تعالي اقولك بقى على انواع كنافة جميلة تانية ممكن تعمليها. عندك فيديو الكنافة بالقشطة ده ممكن تعمليه، وانواع الكنافة اللي قدامنا دي كمان. في الانواع دي ما بحتاجش فيها الكنافة متفرزة معايا ولا متجمدة ولا اي حاجة، بالعكس انا بجيبها صبحة وبجيبها بقول للبياع كده انا عايزة كنافة طرح علشان تبقى طالعة كده زي ما هي من المكنة، مش متفرفتة ولا متكسرة ولا ناشفة ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين معايا كده ببدأ افرد طرحة دي اسمها الطرحة، الشريط ده بتاع الكنافة. ببدأ افرده كده واظبطه وافتح الحتت الملزقة فيه على بعضها وكده. وببدأ اجيب اي حاجة والف عليها اسطوانات زي ما انتوا شايفين كده. انا عندي المعلقة الخشب دي الاسطوانة بتاعتها تخينة، فبدأت اعمل عليها الاسطوانة، وانا عايزاها تخينة علشان لسه هحشيها يا اما بالقشطة يا اما بالقشطة الكذابة يعني اللي احنا عاملينها قبل كده، يا اما بالكاستر، يا اما بحاجه اسمها الكريم باستري وطعمه جميل قوي فيها. وده اللي انا هعمله معاكم ان شاء الله. هنا بعمل الكنافه كده وبلفها وبستخدم معايا بخاخ ميه، حاجه بسيطه كده، بخاخ صغير علشان ما ملهاش ميه كتير وتعجن معايا. بتعامل مع الميه بانها ماده لاصقه، هي اللي بتلزق لي بقى الكنافه ببعضها. هنا بعمل صوابع الكنافه الساده اللي مش محشيه حاجه، وساعات انا كنت بحشيها بالموز او بالرطب
مع جوز بلف الهند. عليها بجيب بقى الطرحه بتاعتي او الشريط بتاعي دوت، وببدا الم فيه مثلا فرافيت كنافه مش عارف ايه، وببدا الف عليها كده، وبعمل الصوابع الساده دي باي طبعا طول انت عايزاه، صغير كبير. انا هنا هقسمها 2 عشان يطلع الصبع صوابع كده قد بعضها صغيره. وخلاص بسيبها بقى على جنب. بعمل نوع كمان او شكل كمان، وهو شكل عش العصفور. شكل عش العصفور ممكن الفه على صبعي كده، وممكن الفه زي ما انتوا شايفين كده، وممكن الفه على الغطا، اي غطا ازازة عندك زي ما انت شايفة معايا كده باي سمك. وبحاول برضو اجيب شريط طويل مفرفراه شوية والف، ما اضغطش قوي عشان يبقى زي شبه عش العصفور كده، ايه مش مضغوط قوي، الشعر بتاعه مفرفر معايا. وبعملها بالاحجام اللي انا عايزاها، صغيرة على قد لوزة مثلا او كبيرة شوية، هحشيها كاستر، هحشيها كريمة، هحشيها اي حاجة. برصصه بقى في الصينية وبسيبه يا جماعة قبل ما ادخله الفرن عشان يطلع معايا ناجح وحلو. بسيب الاشكال ديت كده تنشف على الصينية لمدة ساعة او ساعتين. ويا جماعة الطريقة دي موفرة قوي، لاني مش هحط عليها سمنة خالص. جربتها ودخلتها الفرن بعد ما نشفت من غير اي مادة دهنية. لو انت عايزة تشربيها سمنة بالفرشة كده او بالمعلقة ممكن تعملي كده، بس انا دخلتها كده من غير سمنة من غير حاجة، وعلى نار متوسطة او اعلى من المتوسطة شوية، بس خلي بالك منها وراقبيها وتبعديها عن بعضها علشان يبقى لونها حلو كده من جميع الجوانب. ما يبقاش من حتة بيضة وحتة لا، بس انا لقيت لونها كده كويس. هي مش باينة شوية في الكاميرا، لكن هي لونها كده حلو. مش عايزينها محروقة اكتر من مش عايزينها محروقة او محروقة. بعد ما بتطلع معايا ما بسقيهاش برضو شربات على طول. لو انت عايزاها لينة او طرية ممكن تسقيها على طول بعد ما بتهدى شوية، او ممكن تسيبيها تبرد شوية وتسقيها الشربات بتاعك. وفي الوقت ده بقى بتعوضي المادة الدهنية في قلب الشربات بانك بتسيحي معلقتين سمنة بس كفاية، وبتروحي حطاهم على الشربات وساقية بيهم الكنافة. بعد كده شايفيني بعمل في عش العصفورة ايه، ان انا بحشيه بالنوتيلا. ودي كانت يعني فكرة جميلة قوي وطعمه حلو قوي قوي قوي. ممكن تحشيه بالكاستر، ممكن تحشيه بالكريمة العادية، ممكن تحشيه بالقشطة اللي احنا عملناها في فيديو برضو الكنافة بالقشطة. ليها كذا فكرة وكذا طريقة وكلهم جمال وطعمهم حلو قوي. الكنافة اللي بالنوتيلا دي يا جماعة اتاكلت يعني مش هتشوفوها تاني في قلب التصوير لانها اتاكلت فورا. هنا بقى اللي هو الاسطوانات المفرغة دي انا بحشيها بكريمة اسمها كريمة الباستري، بتجيبيها من عند العطار، بتضربيها بلبن او بمية عادي، وبتروحي حاشية بيها اي حاجة انت عايزاها. ممكن برضو الصوابع دي تحشيها برضو بالقشطة زي الكذابة اللي احنا عملناها مع الكنافة اللي قبل كده. ممكن تحشيها برضو بالكاستر، ممكن تحشيها بالنوتيلا. وحشيت كام صابع كده بالنوتيلا بس برضو ما لقيناهمش بعد، ما لحقتش اصورهم يا جماعة من طعمة النوتيلا بالكنافة بصراحة. فعشان كده رشيد عملت كده زي ما انتوا شايفين بالقمع او بكيس التلاجة. عملت النوتيلا كده على الوش علشان طعمها خرافة مع الكنافة. والعش الصغير، العش العصفورة الصغير، حطيت زي ما انتوا شايفين فيه لوز، واللوز ده بحطه قبل ما ادخل الكنافة الفرن. او لو مش عايزه تحطيه معاها في الفرن ممكن تحمصيه لوحده كده في معلقه سمنه، وبعد كده بتحطيه في العش العصفوره بعد ما بيطلع من الفرن. وبكده تبقى الكنافه بتاعتنا والاشكال بتاعتنا خلصت. ويا رب تكون سهل عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مني في الفيديو ده. وما تنسونيش بالدعوات الحلوه واللايكات والاشتراكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا الكنافة ما بنجمدهاش ولا حاجة، لا بنجيبها زي ما هي طازة لينة لسه صبحة، علشان اعرف الفها واعملها الاشكال اللي احنا هنعملها دي. ودي لما تروحي تشتريها قولي له عايزة كنافة طرح. ده اول شكل معانا، شكل الاسطوانة ده. بعمل على اي حاجة عندي بلفها عليها وتاخد شكل الاسطوانة زي ما انتوا شايفين معايا كده. معايا معلقة خشب فبلف عليها، وعلشان الينها والزقها في بعضها بدلها كده بالبخاخة بخة مية،
دي ميه يا جماعه اهي، ميه بس، بديلها بخ بسيطه كده عشان ما تعجنش معايا، وبفرفر العجينه بتاعتي او الشعر بتاعي كده بعيد عن بعضه عشان يبقى هاشش وحلو. وبعمل التجويف بتاعها بظبطه بحيث ان الاسطوانه تطلع معايا شكلها حلو، عشان بعد كده هحشيها حالا زي ما هتشوفوا معايا. هعمل معاكم واحده كمان اهي، هي سهله جدا يا جماعه، واحده واتنين هتلاقيها بقت سهله عليكي، ايدك خدت على اللفه وبتلفيها بكل سهوله. وخلي بالك ان باقي الكميه بتكون متعانه في الكيس عشان تفضل طريه، الا الطرحه بس اللي انت بتشتغلي فيها، وما تخليش اللفات بتاعك كتير ومش تخينه. هنا بقى بعمل اللي هي الصوابع الساده، ببدأ ألفها كده زي ما انتوا شايفينها، وممكن احط بقى في الطرحة الواحدة دي ألم بقى شوية الايه الكنافة اللي هما متفرفتين او كده، واحط واحشي بيها الحتة الفاضية مثلا، والف عليها زي ما انتوا شايفين معايا كده. وببدأ برضو اطريها ببختين مية والف زي ما انتوا شايفين، بتطلع معايا برضو جميلة، وبالرفع او التخن اللي انت عايزاه. ممكن كمان يا جماعة انا كنت بحشي النوع ده بعمله محشي، بحشيه ممكن بالموز، بحشيه بالتمر او بالعجوة يعني، او بالبلح الطري اللي هو اسمه الرطب، بيطلع حلو قوي قوي معاه شوية جوز الهند. هنا بقى بعمل ايه؟ عش العصفور. عش العصفور ده بتجيبي اي حاجة كده مدورة اهو، وبتعملي عليها زي غطا مثلا الازازة دي، بعمل كده وبرضو ببقى او على ايدي يعني المعلقة اهي، وبحاول اخلي اللفات بتاعتي هشة زي عش العصفورة يا جماعة بالظبط، ومش مكلتمة في بعضها. والمادة بتاعتي اللي بتلزق هي معايا المية، وبعملها بالاحجام اللي انا عايزاها، وممكن كمان الفها حوالين صابعي الكبير كده زي ما انا بعمل كده. الصغيرة منها ممكن احشيها بالمكسرات زي اللوز، والمكسرات بتاعتنا لازم تكون نية بنحطها معاها عشان تستوي. والكبير منها هنشوف هنحشي بايه دلوقتي. بعد ما بنعمل الاشكال بتاعتنا دي لازم نسيبها في الصينية كده شوية، ساعة 2 3 لحد ما تنشف خالص وتتشمع، وبعد كده ونحطها في الفرن. وخلي بالك تكون على درجة حرارة متوسطة علشان ما تحمرش منك قوام، لان انا جربت اعملها على العالي وعلى المتوسط. وبعيد القطع نوعا ما كده عن بعضها عشان تاخد لون من كل الجوانب. وكمان لو لاحظت ان انا محطتش اي مادة دهنية، ممكن ترشي كده عليها بالمعلقة او بالفرشة، لكن انا جربت من غير خالص لقيتها بتحمر وبتبقى كويسة. وهتعوضيها وانت بتسقيها بالشربات، نحط معاه الشربات معلقتين كده سمنة سايحين، اي نوع انت حباه، وترشي الشربات بالسمنة بتاعتك عليها. وبعد كده بتحشيها اي حشوة انت عايزاها. عيش العصفور ده انا حاشيته بالنوتيلا زي ما انتوا شايفين، وبصراحة الكنافة بالنوتيلا روعة روعة روعة، لذلك مش هتشوفوها معايا في التصوير تاني لانها اتخطفت. يا دوبك انا حطيت عليها سوداني كده مجروش وزوقتها بيه فوق النوتيلا دي، وما استنتش بصراحة. زي ما انتوا شفتوا في اللقطة اللي فاتت كده، لو عيش العصفور معاكم مقفول بتفتحوه كده بظهر معلقة ولا بحاجة. دي الكنافة السادة اهي يا جماعة، اللي احنا ما حشيناهاش حاجة. هناخد بقى الكنافة الاسطوانات ونحشيها دوت كريم باستري. ممكن انتي تعملي الكاستر، ممكن برضو تحطي القشطة اللي احنا عاملينها اللي عملناها مع بعض. ممكن تحشيها كمان بالنوتيلا، انا حشيتها بالنوتيلا بس واحدتين كده، لان طعم الكنافة بالنوتيلا زي ما انا قلت لكم خطير. وما استنوش برضو. هنا بحشي اهو بالكريم باستري ده، بيتباع في عند العطار، بتجيبيه وبتضربيه بلبن او بمية، بيبقى معاكي جميل برضو. وهو بيبقى فيه سكره من غير، هو ما بنحطلوش سكر. وبكده نبقى خلصنا الاصناف بتاعتنا، ويا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده. وهنا بقى اقول لحبايبي المتابعيني ما تبخلوش عليا باللايك، وعشان اعرف ان انتوا لسه متابعيني. وحبايبي الجداد لو عجبهم الفيديو يشتركوا ويعلقوا لي تعليق حلو ويعملوا لي اللايك. كمان ما تنسونيش بدعوة حلوة في الايام الجميلة دي ليا ولأولادي بصلاح الحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.